العقول مثل القلوب تذهب حيث يتم تقديرها. انت بتحب تتواجد في المكان اللي تشعر فيه انك متقدر. افتكرت الحديث جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. أكتر مكان يحب يتواجد فيه الإنسان لما يشعر بكرامته، وأصحاب الكرامة دايما بينسحبوا من العلاقات أو الأماكن اللي مش بيشعروا فيها بالتقدير. وعلى فكرة، بالتقدير تقدر تقيس قوة أو هشاشة أي علاقة على حسب حجم التقدير والاهتمام المتبادل بين الطرفين. اللي بيحترم قراراتك ويقدر آرائك ويسمع وجهات نظرك ويقدر جهدك المبذول، ده تحبه وتديله عينيك. وانت لو عايز تستثمر في أي علاقة وتنميها وتعلق قلب أي حد بيك، قدره. آسف معناها يعني زعلتك غالية، أنا آسف ما تزعلش مني. ومن فضلك معناها يعني أي حاجة هتعملها ده تكرما منك، فمن فضلك اعملها. يا مساء الفل، مساء الجمال، ازيكم؟ وحشتوني كتير كتير. لاول مره تشوف القناه ما تنسيش تعمل اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هنعمل الكيكه التايجر. كتير يعني بيعملوها حلو جدا، بس انا قلت كده اصور الفيديو بتاعها. اول حاجه انا هعمل الصينيه اللي هي المقاس الجامبو بقى، المقاس 50 الكبيره. فهتاخد مقدار صينيتين من الصينيه العاديه اللي هي المقاس 26 28 كده. فكل صينيه منهم يعني المقادير دي مقادير كيكتين، فكل بوله حطيت فيها مقادير كيكايه: 3 بيضات، كوبايه وربع سكر، 3/4 كوبايه زيت، فانيليا، شعره فانيليا، ومعلقه خل. تمام. فاحنا كده انا كده بحط زيت اللي هو 3 بيضات، كوبايه وربع سكر، السكر العادي اللي احنا بنستخدمه، باكو فانيليا او شويه فانيليا لو عندك الفانيليا السايله، معلقه خل، و3/4 كوبايه زيت. هضربهم بالمضرب كويس جدا لحد ما يمتزجوا والسكر يدوب. فانا عملت كل مقدار لوحده، مقدار هخليه بني ومقدار هخليه ابيض عشان الصينيه هتشيل كميتين. لكن انتي لو بتعملي صينيه واحده فهتقسمي المقدار على نصين، تقلبي مع نصه الكاكاو. بعد ما تعملي تحطي الدقيق وكده تقلبي مع نص الكاكاو. هنا الدقيق بتاعنا هتاخد كوبايتين و3/4. تمام. كوبايتين و3/4 اللي هما البني هحط لهم معلقتين كاكاو. لو انتي هتقسمي العجينه هتحطي الكاكاو معلقه واحده على نص المقدار. تمام. وتحطي قصادها معلقه لبن او معلقتين لبن، واحط باكو بيكنج باودر وهقلبهم مع الدقيق. طبعا الدقيق منخول مرتين علشان يديكي النفشه دي. تمام. لكن ما ينفعش دقيق مش منخول خالص. هقلب الدقيق مع المقدار وبعد كده ازود المقدار التاني كده. لو انا بعمل كيكايه واحده هتبقى بالكميه دي، هروح اسميها واخدها اقلب معاها معلقه كاكاو على النص التاني. لكن بما اني هعمل مقاس كبير فهعمل مقدارين، فقلت مقدار بالكاكاو ومقدار ساده. فحطيت معلقتين كاكاو وهزود عليهم لبن، معلقتين لبن على مقدار على الخليط ده عشان خاطر الكاكاو هيمسك شويه. يا اما بقى لو حبيتي تشيلي معلقتين دي وتحطي مكانهم معلقتين الكاكاو برضو عادي، مش مشكله. هنا خلصت المقدارين، ابتدي بقى احطهم بالتبادل كده في نص الصينيه. يعني شويه بني وشويه ابيض، بني وابيض لحد ما اخلص الخليط كله. دي بقى الصينيه اللي هي الحجم الكبير كده، اللي هي حاجه كده ضخمه يعني مش صغيره. هي مش باينه في التصوير عشان بصور بالموبايل، هو مش عدل مش بالعرض فمش باينه قوي. فعشان كده الصينيه دي واخده 6 بيضات، واخده كوبايتين ونص سكر، واخده 5 كوبايات ونص دقيق، باكوين بيكنج باودر عشان حجمها كبير. فهنا كده انا شغاله بقى شويه ده وشويه ده لحد ما اخلص المقدار. بعد كده هنجيب خله وهنبتدي ناخدها كده مثلا نقطعها 8 بالخله كده عشان تدينا الشكل اللي احنا شايفينه. ممكن تعملوها اكتر بس 8 هتبقى حلوه، هتطلع لكم الرسمه واضحه اكتر من كده. يعني انا كده عملتها كتير بس انا عشان حابه الشكل كده وهي نيه، لكن مش هنا كده. بعد ما طلعت من الفرن طبعا بحطها في الفرن نار مثلا 180
انا مش بحطها على البلاطه على طول عشان ما تتحرقش مني، بحط الشبكه قريبه من البلاطه وبحطها عليها بتاع الفرن. نبتدي نقطعها بقى واحطها على قلبت الصينيه، طلعتها منها عشان اعرف اطلعها من الصينيه ما تتفتفتش مني. في ناس بتقطعها مكعبات، انا بقطعها حتت صغيره علشان خاطر اللي ياخد حته 2 3 يبقى يعرف يمسكها حتى بين ايده، لانها مش هتتاكل بالشوكه يعني، ممكن بمعلقه، بس الاحسن انا برتاح لما باكلها بايدي. مش الاحسن، انا برتاح لما باكلها بايدي، مالناش دعوه بالاتيكيت بتاع الاكل ده. بصوا لها الشاشه بتاعتها تحفه، حاجه كده وهم، مفيش حد دقها وما قاليش ان هي جميله طعما وكل حاجه، فجربوها على ضمانتي يعني. انا ما بنشرش وصفه لما اكون واثقه منها 100% ان هي حلوه. طبعا كل الحروف اللي هي بتاع الصينيه دي انا بجمعها كده هتتاكل بقى يعني. الولاد بيحبوا ينقوها وانا بعمل. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو ولايك يا جماعه عشان خاطر الفيديو يتشاف. دي بقى الحاجات اللي الولاد بينقنقوا فيها كده ايه عقبال انا ما اخلص تقطيع. فما شاء الله عملت كميه حلوه، ملت العلبه بتاع الكيك دي ده اول طبق بتاعي. ده مج ازرق يبقى ده طبقي. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واستنوا فيديوهات تاني كتير.